أهلاً بيك في مكان مفيش فيه رجوع. كل واحد فينا شاف أو سمع حاجة غريبة مرة واحدة في حياته، بس اللي هحكيه النهاردة مش مجرد حكايات سمعتها، دي قصص حقيقية حصلت لناس عاديين بس قلبت ليلهم لكابوس. النهاردة هنشوف إزاي ممكن الطريق يخدعك. عندي حكايتين، الاتنين حصلوا في ضلمة الليل، لكن الفرق بينهم كبير. الحكاية الأولى في طريق ريفي مهجور، لما الرعب بيلحقك لحد باب بيتك وبيتحول فرح راس السنة للعبة استغماية مع عروسة لابسة أبيض ملحوقة بالجن. والحكاية التانية في تاكسي أصفر عادي في قلب القاهرة، لما بتحس إنك في أمان مع سواق بس بتكتشف إن اللي جنبك مش بس بيدور على فلوس، ده بيدور على حاجة تانية خالص. استعد عشان هما قصتين مش هتنام بعدهم. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ده بيشجعني إني أكمل، ويا ريت تكتب في التعليقات لو صدفتك قصص مرعبة زي دي، وأنا هجمعهم وأنزل فيديو عنهم في القناة. الحكاية الأولى. أنا عايش في منطقة على أطراف القاهرة، يعني زي ما بنقول كده في الخلا. بعض أصحابي عايشين في مناطق بعيدة شوية عن البلد، ودي مفيش طريقة توصل لها غير شوية طرق ريفية ضلمة. واحد صاحبي اسمه عمر، بيته في حي راقي شوية، بس برضه عشان توصله لازم تمشي في الطرق دي. كل سنة أهل عمر بيعملوا حفلة ليلة راس السنة، وكل أصحاب العيلة وأصحاب عمر بيتعزموا. أنا دايماً بستنى العزومة دي، بتبقى ليلة ممتعة. الجو في مصر في الشتاء ممكن يكون متقلب، بس السنة دي الدنيا كانت باردة قوي قبل راس السنة بكام يوم. الطريق لبيت عمر كان مطبات وهوا ساقع، فكانت رحلة مش مريحة. أنا عموماً ما بحبش أمشي بالنور العالي بتاع العربية عشان بيضايق عيني لما عربية تانية تعدي، بس المرة دي الضلمة في الطريق الضيق كانت بتخليني مضطر أشغله. الطريق الضيق ده كان حواليه أشجار نخيل وزيتون على الجانبين، لدرجة إني حتى بالنور العالي كنت بصعوبة أقدر أشوف المنحنيات والملفات. اللي لفت نظري إن مفيش بيوت في المنطقة دي غير كوخ قديم كده شبه مهجور، بس أحياناً كنت بشوف نور جواه لما بعدي. بعد دقايق على الطريق في حتة مستقيمة شوية، نور عربيتي كشف حاجة قدامي بين الشجر، حاجة بيضة في وسط الضلمة. لما قربت لقيتها إنسان واقف لوحده على جنب الطريق. كانت ست واقفة من غير حركة وظهرها للشجر، كانت لابسة فستان أبيض أو حاجة شبهه، مش مناسب أبداً للبرد ده. أنا ما حاولتش أطفي النور العالي، فما قدرتش أشوف ملامحها بالظبط من انعكاس النور على الفستان. وأنا بعدي جنبها كنت بقول الحمد لله إنها ما خرجتش في نص الطريق. بس بعديها بدأت أفكر، يا ترى كان المفروض أقف؟ يمكن محتاجة مساعدة، ممكن تكون معزومة معانا في الحفلة. لكن لما بصيت في المراية وشفتها في النور الأحمر بتاع العربية من ورا، لقيتها لفت جسمها ناحيتي وهي واقفة في نفس مكانها. الموقف ده كان مرهب، وفي اللحظة دي فرحت إني ما وقفتش ليها. أكيد دي مش ضيفة جاية الحفلة. وصلت الحفلة من غير أي مشاكل تانية حوالي الساعة 8 بالليل. ركنت عربيتي في ساحة البيت اللي كانت مليانة عربيات. الحفلة كانت شغالة لغاية ما الساعة عدت 12. بعدها الناس بدأت تمشي. أنا فضلت شوية عشان أساعد في التنظيف زي ما بعمل كل مرة، وبقت عربيتي هي الوحيدة اللي واقفة قدام البيت. لما ركبت العربية وشغلتها، اللمبة بتاعت ضغط الهواء في الكاوتشات نورت. عربيتي موديل قديم، فمش بتقولي بالظبط أي كاوتش فيه المشكلة. افتكرت إن ده بيحصل دايماً لما الجو يقلب برد فجأة، فقلت إني أكيد هوصل البيت بسلام. قبل ما اتحرك افتكرت الست اللي شفتها وأنا جاي. هل لسه هناك حد تاني شافها؟ كان ممكن أرجع من طريق تاني أطول، بس هياخد مني 20 دقيقة زيادة، وده كان صعب بالليل
وفي سواقين ممكن يكونوا شاربين حاجة. فقررت أرجع من نفس الطريق. يا ريتني ما عملت كده. بعد دقايق بس على نفس الطريق الضلمة حسيت إن في حاجة غلط في العربية. سمعت صوت غريب زي صوت حديد بيحتك في الأسفلت. العربية وقفت لوحدها. أنا قلت لنفسي هو الكاوتشات وقعت ولا إيه؟ ضد رغبتي قررت أنزل أشوف إيه اللي حصل. بغباء طفيت الموتور وقفلت الباب، فأضواء العربية طفت ودخلت في ضلمة تامة. استخدمت كشاف الموبايل وبدأت أبص على الكاوتشات واحد ورا التاني وقلبي بيقع في رجلي. ال4 كاوتشات كانوا متقطعين بالكامل كأنهم اتمزقوا بمخالب حيوان. ممكن أقول إن كاوتش واحد لو اتخرم المطبات كانت هتسبب تلف أكتر، بس ال4 ده كان قصد، ده مش صدفة. فضلت واقف في حيرة. مفيش حد بيعدي من الطريق ده في الساعة دي حتى ليلة راس السنة. لازم أطلب ونش أو حد يجي ياخدني، بس طبعا مفيش شبكة هنا. أول ما كنت راجع للعربية الهوا الهادي وقف، فروع الشجر بطلت تتحرك، حتى أصوات الحيوانات في الغابة سكتت. أنا اتجمدت في مكاني. عمري ما سمعت صمت زي ده، كأن الزمن وقف. وبعدها سمعت صوت مرعب، صوت غصن بيتكسر في وسط الشجر، حاجة بتتحرك. طفيت كشاف الموبايل فوراً، فبقت الضلمة هي كل حاجة. سمعت صوت أوراق الشجر بتتحرك كأن حد بيجري في الغابة. هو ممكن يكون سنجاب، غزال؟ لأ، ده صمت الفرائس لما بتحس بوجود مفترس. وبعديها سمعت الصوت، صوت ست ناعم وهادي من وسط ضلمة الشجر اللي على بعد 5 متر، بتقول بهمس شايفاك. بطني انقبضت، كل الهوا طلع من جسمي، مش قادر أصرخ. الصوت كان بيتقال من غير حقد، وده خلى الموقف مرعب أكتر. في اللحظة دي كل اللي كنت عاوزه هو إن الأرض تبلعني وأموت. وبعدين سمعت صوتها تاني بتقول شايفني؟ الصوت ده خلى غريزة الهروب أو المواجهة تشتغل عندي، بس كنت تايه في الضلمة. لازم أشغل الكشاف تاني عشان أعرف أهرب في أي اتجاه. وجهت الكشاف قدامي ولقيت الست اللي بالفستان الأبيض واقفة على طرف الشجر. المرة دي ملامحها كانت واضحة. الفستان كان كله تراب وبقع غامقة. كانت وشها شاحب، رفيعة بشكل مخيف، وشعرها الرمادي المنكوش كان نازل لغاية كوعها. لكن وشها كان صعب أوصفه، كان مشوه كأن نص فكها مش موجود، ومع ذلك كان باين إنها بتحاول تبتسم لي. في لحظة الرعب دي كنت موجه الكشاف عليها لثواني، وبعدها جريت بأقصى سرعة ناحية بيت عمر. الكوخ اللي قلت عليه كان أقرب، بس لو هي اللي عايشة فيه. ده تفكير غريب في وقت زي ده، بس ما كانش عندي وقت أفكر. وأنا بجري سمعت صوت تكسير أغصان ورايا، كانت بتجري ورايا، بس الأدرينالين اللي في جسمي خلاني أهرب منها بسرعة. وصلت البيت عمر وأنا متبهدل، ودخلت أطلب المساعدة وأنا خايف وبخبط على الباب. أم عمر فتحت لي ودخلتني بسرعة لما شافتني مرعوب. حكت لهم كل حاجة، وهم وعمر وأبوه كانوا متعاطفين معايا جدا. عرضوا عليا إني أبات عندهم وهم يكلموا الشرطة والونش، ووافقت طبعا. الشرطة قالت إنها هتدور في المنطقة دي بالليل، وإني أقدر أجي أخد عربيتي وأعمل محضر بكرة. أنا كنت كل اللي عايزه هو إني أنام وأنسى الليلة دي، بس الموضوع مخلصش هنا. صحيت على صوت خبط خفيف على شباك الأوضة اللي نايم فيها. بصيت في الساعة، كانت 3:15 الفجر بالظبط. الأوضة ما فيهاش ستاير. أنا ما كنتش هبص من الشباك أبدا، لكن سمعت صوت من بره، هو نفس الصوت بيقول شايفاك. الست لسه هناك، هي مشيت ورايا لغاية هنا. دلوقتي بترمي زلط عشان تجذب انتباهي. لو ما كنتش عايز أبص من الأول، دلوقتي بالذات مش هبص. ما سبتش سريري ولا نمت تاني لحد الصبح،
لما الشمس طلعت وأهل عمر صحيوا. الست كانت اختفت الحمد لله. حكت لهم اللي حصل وخرجنا كلنا مع بعض. الشرطة كانت وصلت وبتدور في الجنينة. أبو عمر لقى سكينة قديمة مليانة صدى في المكان اللي كان الصوت بيجي منه، وده غالباً كان السلاح اللي استخدمته في تقطيع الكاوتشات. ده معناه إنها كانت مشيت ورا عربيتي لغاية الحفلة من أول الليل، واستهدفتني أنا بالذات لما كل الناس كانت جوه. أهل عمر سألوا باقي المدعوين لو كانوا شافوا حاجة غريبة ليلة الحفلة، وواحد منهم قال إنه شاف ست بفستان أبيض ماشية برا البيت، بس ما خدش باله منها لأن ناس كتير كانت داخلة وخارجة طول الليل. لما عملت محضر الشرطة طلبت منهم يفتشوا الكوخ اللي على الطريق. الشرطة راحت فعلا وقالت لي إنهم ما لقوش حد عايش فيه، لكن لقوا جثث حيوانات متشوهة ومتقطعة في كل الغابة اللي حواليه. الست دي محدش لقاها، وده بيخلي الموضوع كله غامض. أكتر سؤالين بيخوفوني: إزاي هي قدرت تمشي ورايا بالسرعة دي بعد ما سبت الحفلة؟ وإزاي قدرت تنطق الكلمات بوضوح بالرغم من إن وشها كان مشوه كده؟ بعد كل اللي حصل لسه بروح حفلة عمر في راس السنة، بس دلوقتي بطلب من أصحابي يوصلوني وبنروح من الطريق الطويل. القصة التانية: لما كان عندي 26 سنة سافرت القاهرة طيران عشان أزور صاحبتي وأقعد معاها كام يوم. حجزت الطيارة في وقت متأخر. الطيارة نزلت نص الليل، ولما وصلت منطقة المواصلات بعد ما نزلت من الطيارة كانت الساعة 1:30. وقفت تاكسي عشوائي واديته عنواني في الشيخ زايد. السواق قال إنه هيوصلني ب50 جنيه، وده كان عرض كويس جدا، أرخص من أي أوبر. نزل من عربيته عشان يساعدني أحط الشنط بتاعتي في شنطة العربية، بس أنا قلت له إني هحطها جنبي على الكرسي. حط الشنطة ورا الكرسي بتاعه وقعدت أنا ورا كرسي السواق. رجع مكانه وشغل GPS وبدأنا رحلتنا. شقتي كانت على بعد نص ساعة من المطار في الظروف العادية، وفي الوقت ده من الليل أكيد ما كانش فيه زحمة. طلعنا على طريق اسكندرية الصحراوي وكنا ماشيين بسرعة. بصيت في المراية مرتين ولقيت السواق بيبصلي. تاني مرة سألني: رايحة فين؟ قلت له في القاهرة عند صاحبتي. قال لي: جميل، وصاحبتك حلوة زيك؟ بصراحة أول رد فعل ليا كان إني ضحكت، بس بعد كده حسيت إن الموضوع بقى مرعب. ده تالت حاجة يقولها في الطريق. أسئلته بعد كده بقت غريبة شوية. إيه اللي يخلي بنت جميلة زيك تسافر لوحدها؟ رديت عليه بسرعة: أنا قلت إني رايحة عند صاحبتي. قال لي: بس سفرك بالطيران كان لوحدك. قلت له: مش موافقة على رأيك، فضحك وقال إنه كان بيهزر. الراجل ده كان عنده حوالي 45 سنة، وكنت حاسة إن تحرشه ببنت لوحدها في العشرينات ده شيء مرعب. وأنا ماشية على الصحراوي شفت الكوبري اللي عارفاه، الكوبري اللي عند المخرج بتاعي، بس هو عداه وما بطأش السرعة. قلت له: ده مخرجي، وزعقت أكتر. اعتذر وقال إنه هياخد المخرج اللي بعده. حاولت أبص في الشاشة بتاعته عشان أشوف حاطط العنوان الصح ولا لأ، بس الشاشة كانت متوجهة ناحيته فما قدرتش أشوف حاجة. المخرج اللي بعده كان على بعد 1 كيلومتر. بدأت أقعد على طرف الكرسي وقلقانة. لما قربنا من المخرج اللي بعده قلت له بصوت عالي واضح: لازم تخرج هنا. ومن غير ما يرد شغل الإشارة وخرج. بصلي في المراية وحسيت إن في نظرة غضب في عينيه، بس نظرة الغضب دي اختفت بسرعة. بعد دقيقة بس سألني لو عندي خطيب. رديت عليه فوراً: أيوة، وهو عايش معايا في نفس المنطقة. بصلي تاني في المراية وأكيد فهم إني رديت بسرعة وقصدت. سألني: اسمه إيه؟ بجد سؤال غريب. قررت أكتفي بكده. قلت له: هحط السماعات في ودني. حطيت السماعات في ودني بالرغم من إن بطاريتهم كانت خلصانة، بس كل اللي كنت عايزاه
هو إنه يبطل يسألني. سؤاله عن اسم خطيبي كان غريب جدا، كأنه بيستجوبني. بعت رسالة لعيلتي وأصحابي القريبين عن سواق التاكسي ده، وشيرت معاهم الموقع بتاعي تحسباً لأي حاجة ممكن تحصل. كنا في منطقة معروفة في المدينة، وقفنا عند أول إشارة حمراء بعد الصحراوي. بصيت في المراية ولقيت عينيه بتبصلي بطريقة شريرة، متأكداً إنه ما قالش حاجة لأني ما كنتش بسمع حاجة في السماعات، كنت هسمعه لو كان اتكلم. الإشارة بقت خضرة وهو لسه بيبصلي. اضطريت أقول له إن الإشارة خضرة وبدأ يتحرك. محدش من عيلتي كان بيرد غير أخويا الكبير اللي كان عايش على بعد 2 ساعات مني. قال لي إن لو حس إن في خطر لازم أسيب العربية. كنا في شارع رئيسي في البلد بس ما كانش فيه أي عربيات. كانت الساعة 2 الفجر في نص الأسبوع. وقفنا عند إشارة تانية وحسيت بنظرته في المراية تاني. فجأة شفت عربية بوليس واقفة في جنينة فاضية. في لحظة مسكت شنطتي وفتحت باب العربية. السواق صرخ: إيه اللي بتعمليه؟ وحاول يقفل الباب بالزرار اللي قدام، بس أنا زقيته بقوة. أول ما الباب فتح على وسعه نزلت وجريت بأقصى سرعة ناحية عربية البوليس. هو فضل في عربيته وكمل سواقة وما طردنيش عشان ياخد فلوسه، وده كان أكبر دليل إن في حاجة غلط. لما شفته بيجري بعيد بطلت جري وبدأت أمشي بسرعة ناحية عربية البوليس. الضابط اللي في العربية شافني جاي عليه وفتح الشباك. حكيت له إن سواق التاكسي ده كان مخيف وإني سبت العربية عشان أحافظ على نفسي. طلبت منه يوصلني البيت والحمد لله وافق. كوني بنت وخايفة أكيد كان ليه دور، بس مش عايزة حد يفكر إن ده طلب ممكن يطلبوه من أي ضابط. لما دخلت العربية سواق التاكسي كان خلاص اختفى. الضابط وصلني البيت في حوالي 15 دقايق. دخلت شقتي وما فكرتش حتى إن أفتح الشنطة. دخلت على طول أغسل سناني وأنام. أول ما دخلت السرير سمعت خبط على باب الشقة. هو ممكن يكون سواق التاكسي، هو معاه عنواني. هل جاي عشان فلوسه ولا حاجة أسوأ؟ الخبط استمر لدقايق وبعدين سكت. بعدها بدقايق بدأ تاني. أنا طبعا ما سبتش أوضتي، مش عايز أقرب من الباب. الباب كان مقفول وده المهم. بعد فترة الخبط وقف ونمت. تاني يوم رجعت شغلي. الحمد لله كانت وردية متأخرة فما صحيتش بدري. وأنا في الشغل جالي تليفون من جورج جاري اللي ساكن جنبي. قال لي إن أبويا كان هنا بيحاول يفتح باب شقتي عشان يسيب لي حاجة، بس ما كانش معاه المفتاح. جورج كان بيتصل عشان يتأكد إني مستنية أبويا فعلا، فقلت له لأ. جورج قال إنه ما شافش أبويا ساب أي حاجة وكان بيطمن بس. شكرته وبعدها كلمت أبويا. زي ما كنت متوقعة قال لي إنه في الشغل وما راحش البيت. حكيت له كل اللي حصل مع سواق التاكسي وطلب مني أروح أبات عندهم كام ليلة، ووافقت. قلت له إني بس عايز أروح أجيب هدومي. بعد الشغل روحت البيت حوالي الساعة 9 بالليل. خلصت الغسيل من اليوم اللي قبله وحطيت هدومي وحاجات الشغل في شنطة عشان أسافر كام يوم. حسيت إن في حاجة غريبة في الشقة. أنا عمري ما بقلق وأنا لوحدي، بس الليلة دي حسيت إني مش لوحدي. فكرت إن ده بسبب قصة سواق التاكسي اللي خلتني متوترة. بس بدأت أسمع صوت فرقعة خفيفة في الأرضية الخشب كأنها بتتحرك من وزن حد ماشي. مش عارفة الصوت جاي منين. كنت مرعوبة وحاولت أجهز حاجتي بسرعة وامشي. في اللحظة اللي كنت خلاص هخرج سمعت صوت صرير باب جاي من آخر الطرقة من أوضة الضيوف. بصيت وسمعت صوت بيقول ما كنتش هأذيكي، وشفت دراع بيطلع من ورا الباب. جريت على طول ناحية باب الشقة قبل ما يلحق يخرج من الأوضة. خرجت بره وأنا بصرخ وبخبط على باب جورج جاري. كان لسه الوقت بدري فكان هو ومراته صاحيين. طلعوا بره بسرعة وترجتهم يساعدوني. بدل ما ندخل شقتي اتصلنا بالنجدة واستنيناهم.
الضابط وصل وفتشنا الشقة كلها بسرعة. ما كانتش كبيرة. لقينا باب البلكونة الخلفي مفتوح، وده كان دليل إنه هرب من البلكونة. للأسف ما عنديش أي بيانات عن التاكسي اللي كنت راكباه، لا رقمه ولا رقم اللوحة. قدرت أوصفه بس عربية ميني فان صفرة ووصف الراجل. وصفت لهم الطريق والوقت اللي خرجنا فيه على أمل إنهم يدوروا على كاميرات المحلات اللي في الطريق. أخدت شنطتي وروحت بيت أهلي وقعدت عندهم أسبوع. كانوا عايزيني أقعد أكتر بس كان لازم أرجع. أبويا ركب لي كاميرات مراقبة على الباب الأمامي والخلفي، واشتريت مسدس صاعق أحطه جنب السرير أدافع بيه عن نفسي. من ساعتها نقلت في شقتين تانيين، عمري ما احتجت استخدم الصاعق، وبقيت أتجنب التاكسي لو لوحدي لأنه مش سهل تتبعه زي تطبيقات توصيل الركاب. دايما بسمع عن سواقين تاكسي مزيفين بيخطفوا الناس. ساعات بسأل نفسي، هل الراجل ده كان سواق تاكسي بجد ولا كانت عربية مسروقة؟ يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ده بيشجعني إني أكمل. ويا ريت تكتب في التعليقات لو صدفتك قصص مرعبة زي دي، وأنا هجمعهم وأنزل فيديو عنهم في القناة.